خدعة شورت وحزام التخسيس. للأسف في ناس كتيرة فاكرة إن لما تلبس شورت وحزام تخسيس وتعرق جامد كده الدهون بتسيح وبتنزل مع العرق، والحقيقة مفيش دهون بتطلع مع العرق. العرق ده إيه؟ مية وأملاح مش دهون. العرق لما بينشف أنت بتنبسط شوية وتلاقي وزنك قل كيلو كيلو ونص، تشرب مية تاني ترجع زي ما كنت، يعني نزول وزن مؤقت ومضلل. طيب ايه اللي بيحصل فعلا؟ الحزام او الشورت بيسخن المنطقة فيخلي جسمك يطلع مية كتير عشان يبرد نفسه، وده ممكن يعمل جفاف لو استمريت على كده وقت، وفي الاخر دهون الكرش لسه مكانها زي ما هي، لان الدهون مش بتطلع بره الجسم، الدهون بتتحرق جوه الجسم. طب الجسم بيحرق الدهون ازاي؟ الدهون اللي في جسمك هي مخزن للطاقة، لما جسمك بيحتاج طاقة ومش لاقي كفاية من الأكل بيروح للدهون ويبتدي يحرقها عشان يشغلها. والعملية دي بتحصل كده: واحد، الجسم بيكسر الدهون لجزيئات اسمها أحماض دهنية. اتنين، الأحماض الدهنية دي بتدخل الخلايا وتتكسر جواها. تلاتة، تتحول في الآخر لطاقة تستخدمها العضلات. أربعة، ثاني أكسيد الكربون بنطلعه مع النفس. خمسة، مية بتخرج في البول أو العرق، يعني الدهون مش بتطلع من المسام ولا بتسيح، دي بتتحول لطاقة وهواء ومية والجسم بيتخلص منهم. امتى الجسم يجبر ان يحرق دهون؟ لو اكلت سعرات اقل من احتياجاتك، لو اتحركت ولعبت رياضة، لو في عضلات كويسة شغالة. اما احزمة التخسيس ما بتقللش دهون البطن، ده ممكن تسبب التهابات جلدية وبتضعف عضلات البطن لو اتلبست لفترة كبيرة، تخليك متخيل انك بتحرق، وده للأسف مش حقيقي. الخلاصة، الدهون بتتحرق مش بتسيح. وصلت كده؟ ما تخليش حد يشتغل.